السلام عليكم. ان شاء الله راكم بخير وربي يحفظكم. على بالي طولت عليكم بصح هذا الغياب هدايا يا ودي. قال لك المخزن راهو يتهجم على حفيظ دراجي. انا يعني نطرح سؤال، كيفاش في الوقت اللي حفيظ دراجي راهو شابع مخبط من عند فخامة الشعب الجزائري في التعليقات، تجي المخزن وتتهجم على دراجي في هذا التوقيت؟ احنا على كل حال نطرحوا السؤال لجماعتنا. على كل حال ما كان لا نحكيو على حكاياتهم. دوكا كيما راكم تشوفوا عنوان هذا لا فيديو، راح نجبد لكم واحد لي فار خاوتي اليوم. قبل ما نبداو هذا لا فيديو نباركوا لوليدنا قندوسي. وليدنا قندوسي مبروك عليك، بطل دوري ابطال افريقيا، تشامبيونز ليغ تاع افريقيا. قاد بن عمار علاش ما يا لو كان مكالمه؟ مبروك عليك، وليد بلادك ربح لا تشامبيونز ليغ تاع افريقيا. وين راك بوحنيكا؟ وين راكم بالصحافه؟ والله غير كي تشوف الصحافه المصريه، وبما انه الاهلي هو اللي ربح لا تشامبيونز ليغ، كيفاش تكلموا على وليدنا قندوسي؟ ما شاء الله. دوكا نجو لواحد الشي خاوتي لقجا هدايا اللي هو دخيل على كرة القدم. كيما راك تشوف خويا العزيز، في 2009 نصبوه رئيس نادي البركان، المدينة اللي كان عايش فيها. من 2009 شغل هذا بريباراوه 2013، دونك 4 سنين مور ما كان رئيس نادي. السي حسين جناد دوك يقول لكم كنا درنا عليها فيديو انه لقجع من صناعة روراوة. بصح اليوم انا فهمت وشنو هي الصناعة. كنا درنا عليها فيديو، نخليكم تسمعوا هذا الباساج ومن بعد نوليو البيت القصيد. حسين الحساد اتقاعد وقول لهم واش صرا في 2013. اسمع وتمتع. 2013 وقبل، يعني مده طويله قبل الاتحاديه، لان كان عندنا صراعات. هنا راهو يتكلم لنا على المشاكل اللي صاروا في 2013 في الاتحاديه المغربيه او جاي بيت القصيد. اللقطه مع الفاري طبعا هذاك الوقت حتى دخلت الفيفا ونصبت الجزائري على راس الاتحاديه المغربيه، وراهو انذاك هو اللي كان على راس الاتحاديه المغربيه، هو اللي نظم لهم، يعني غيروا القوانين ونظم لهم الانتخابات في 2014 باش نصب لقجع كرئيس، يعني فاز الانتخابات هذيك. حسين جناد راهو يقول لنا باللي كانوا صارين مشاكل في الفيدراليه المغربيه، والفيفا اتخذت قرار باش تكون مرحله باش ينظموا بها الانتخابات ويديروا لهم قوانين. بعثوا لهم كومبارازار الحاج محمد روراوة اللي كان عضو في المكتب التنفيذي تاع لاكاف. دار لهم روراوة الانتخابات وتكلمنا عليها بمرشح واحد ولا لا دراجي. هذيك الجمعيه العامه تاع المغرب كان لاباس بها، ونسلموا على اصحاب الكراج، واللي نهار كامل هما يضربوا الشيطه الذهبيه للسي لقجع والفيدراليه ديالو. هكذا دونك روراوة في 2013 في نوفمبر 2013 نصب لقجع. هنا يا خويا العزيز راح نوليو للور. في هاد لا بيريود، في هذا 2013 كان عميل المخزن اللي نهار اليوم كاع عملاء تاع المخزن، السي جيمس بوند 007 هشام عبود، هو الصحفي الوحيد اللي كان يكتب على فساد روراوة، الفيدراليه والفساد المالي. هو اللي حكى لنا على لي دو تور تاع باب الزوار اللي بناتهم له شركه مصريه بعد ما كما قال سعدان باع لهم نصف نهائي كاس افريقيا. هذاك الوقت قال لنا جيمس بوند باللي السنه الجزائريه في فرنسا وين كان محمد روراوة هو المحافظ ديالها، المحافظ السامي. وتكلم لنا على كل حال ها هو قدامكم لا كابتور ديكرون. انا دوك فهمت وشنو هو الفيلم خويا العزيز. روراوة هذاك الوقت بهذا العباد اللي اليوم راهم معروفين بالابتزاز. ومن بعد واش صرا في 2013 اواخر 2013 روراوة هو اللي يروح المغرب وينصب لقجع. اوكي، لقجع في 2013 ولا رئيس فيدراليه، راك معايا.
من 2013 14 هو في اواخر 13. في 2017 يصرى فيه انتخابات كبيره في الكاف على المكتب التنفيذي، وراوراوا يسقط سقوط الهاويه. 41 صوت القجع اللي هو داخل على كرة القدم. راوراوا من 2001 هو في الفيدرالية، ومن بعد ولا في لاكاف. يجيك واحد داخل انت تنصبو في الفيدرالية تاع بلادو، وانت اللي تخسر معاه المنصب ديالك في الكاف. وانا الشي اليوم اللي جبت لكم لافار جديدة خاوتي باش تعرف باللي على طريقة مصادية هكذا تم اختراق الفيدرالية الجزائرية، ومن بعد كاع ولاو باعوا تباع. تكي تسمع شو بغرير ها هو سبب خسارة الوداد خوتي. تحية الوداد وتحية الرجاء وتحية المغرب. حنا هذا ملي في 2019 ما كانش يسيبورتي لالجيري، جبنا كاس افريقيا، ومن بعد زعما حبوا يديروا لي ماسك هكذا، ركبوا مع الموجه تاع الكحلوشه من تما ما زاش طلع لينا ربح كاس افريقيا تاع 2023 22 هذيك، وخلي حكايه قسامه. هاو الجزائري سبب ان شاء الله سقوط قصر القجع. راح نوري لكم واحد لافار خوتي واش ما صرا بعد خساره راوراوا في المكتب التنفيذي تاع لاكاف. راهي افار كبيره خوتي، افار كبيره. اسمع انت اللي تجي تقول لي جيمس بوند، على بالي انت دوك الدا تجي تكتب لي هشام عبود. يا اخي نتوما حريه التعبير والديمقراطيه خلوا، انا جزائري نظن باللي نتوما عملاء. هذا ما كان بدون ما دير لي معليش قول الصباع الازرق لا الاحمر الاخضر، غير داب اللي ما ياهلش. وحنا نوقفوا مع بلادنا. اسمع خويا العزيز، جبت لكم اون فار صحيحه 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 بزاف. اسمع وتمتع خويا العزيز. هنا رانا نهضروا في 2017 رئيس الكاف احمد هذاك الوقت يأمر بفتح تحقيق عن فترة تسيير راوراوا للجنة المالية في الاتحاد الإفريقي. رانا 29 ماي 2017. أمر الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد بفتح تحقيق موسع في ملفات اللجنة المالية التي تولى مسؤوليتها الجزائري محمد راوراوا على مدار السنوات الأربع الماضية، على أن يقوم المغربي فوزي القجع بعملية المراجعة بعد أن خلف راوراوا في اللجنة، فضلا عن فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للكاف عن منطقة شمال إفريقيا في الانتخابات التي جرت في أديس أبابا منتصف شهر مارس الماضي. وهنا نسقسيو فريد معطاوي ورافق كوفيد وحسين جناد وين كانوا كواليس تاع راوراوا. هام الكواليس. ووفقا لما أوردته بعض الصحف المصرية، فسيقوم فوزي القجع الذي يترأس كذلك الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتحقيق في العديد من الملفات، وفي مقدمتها الملفات المالية، حيث أخبره أحمد بشكوكه حول مشاركة راوراوا في تجاوزات عيسى حياته الذي ظل على الكرسي الرئاسة لأكثر من 28 عام قبل خسارته للانتخابات الاتحاد مؤخرا. وعلى بالكم كيف صوتوا عيسى حياته. دونك وراه المحاسبات على قجع لراوراوا. انا دوك بديت نفهم الفيلم ولا لا عبد الله ديزاد. قولهم بما انه اتنصب القجع في الكاف في المكتب التنفيذي، واحد وقالوا لنا باللي راح يديروا اونكات. لونكات هذه ما خرجتش وما زادش هضروا عليها، كاينه ولا ما كاش. ومن تما رانا نشوفوا باللي مازال الفساد هدايا ضد الكرة الجزائرية على طريقة مصادية. خويا العزيز كيفاش تفهمني باللي كاين تحقيقات، وهاد التحقيقات ما زادوش هضروا عليها. وكي تشوف جماعة زاعم الكواليس شوبير ديزاد اورونفيناك كاع تحيا القجع ديريكتومون ولا انديريكتومون، حتى قناة الهداف نهار كامل هم علما انه نفس المشاكل اللي في الكرة الجزائرية في الكرة المغربية.
ولا لا؟ واحد فيكم هدر على قضية الفساد اللي صارت في قطر 2022 للفيدرالية المغربية، بصح انا ما راناش هنا باش نتكلموا عليهم، جوست باش نأكدوا لكم على هاد دونك انا واش راني نشوف اليوم انه الشي ناس راهم عملاء خايفين من تحقيقات. خلينا باللي كانوا يخوفوا فيهم بالتحقيقات اللي كانت في الجزائر من 2013 على رأسهم جيمس بوند 007، ومن بعد ولات تحقيقات دولية لأنه الأمر يتعلق باللجنة المالية للكونفدرالية الإفريقية. دونك اللعب راهو كبر خويا العزيز، اللعب راهو كبر خويا العزيز. عبد الله ديزاد صراو أمور في الأوف بيني وبينك من أفريل 2021، وشوكيتني نهار اللي خرجت فيفا راوراوا قبل من الانتخابات الأخيرة، ومن بعد كيما بان راوراوا فيف صرار. وتشوكيت باللي نهار اللي بالماضي تكلم لنا على اللي يتهاتفوا في تليفون وقالوا احنا الناس الفوق، انا كنت نقول وليد صادي، وانت كنت جيت قلت لي مع حبيبنا اللي ما نذكروش اسمه لا سي عنتر يحيى. دونك اليوم عندك 15 يوم وانت يا اون مود فيبرار، دوكي سمعت المنجل زعما راك حاب تجيب لنا فيرسيون ماشي فيرسيون. وليد صادي تكلم وكل الناس على بالها باللي الدراع الايمن لراوراوا هو صادي، واللعب اللي راك تلعب فيه ماشي حق عليك، لانه انا نفضل يكون اسرائيلي وعدو ديالي، ولا يكون واحد فيف شيخ القبيله هو راه يضرب على المصالح الشخصيه ديالو. راني زعفان عليك بزاف، وما نهضرش على الامور اللي هضرناها في الخاص، الا الامر اللي جيتوا نتوما تقولوا لي باللي ماشي عنتر يحيى، بابات عنتر يحيى هو اللي يكلم بالماضي، وعنتر يحيى هو اللي يكلم بالماضي، وحبيتوا تدخلوا لي بابات عنتر يحيى راه يخدم مع راوراوا، وانتوما كاع على بالكم باللي وليد صادي. وسقط القناع سقط القناع. واش نقول لكم خوتي؟ والحس يتواصل. تهلاو في روحكم، تهلاو في والديكم وفي ولادكم، تهلاو في الجزائر، قلبنا كاع راهو معاكم، وانتوما يا صحاب العصا نص من نص، حنا نتهلاو فيكم. صوني جام خويا العزيز، السينيال راهو داير حاله. السلام عليكم.